المواجهه، قدره على التغلب على المشكلات. مساء الخير. الحقيقه يعني واحد من المآزق اللي انا كنت بواجهها قبل ما اجي النهارده هو معرفتي يعني زمره من النقاد الكبار اللي هيتكلموا، وكنت بسأل نفسي ما الذي سيتبقى ليتحدث عنه بعد ما يتكلموا اساتذتنا الكبار. والحقيقه استمتعت بالاستماع الى المداخلات الثريه والهامه اللي طرحت النهارده حوالين قصيده استاذنا محمد الشحات. نتيجه لده، ولان انا ما بحبش ان انا اكرر كتير كلام، ما يبقاش الامر يعني تكرار الكلام واعادته مره بعد مره، كانت عندي فكره بتقول انه انا احاول ان انا اعمل نوع ما من التطبيق على عدد من النصوص المختاره بعنايه، بهدف الوصول الى بعض السمات الاساسيه اللي احنا بنتكلم عنها في مساله قصيده استاذنا محمد الشحات. للتمهيد هقول ايه؟ هقول اولا انه احنا عندنا اكثر من نسق للشاعر. عندنا الشاعر المتمرد وعندنا الشاعر الحكيم. ولو هتكلم في بدايات الشعر العربي هقول والله احط طرفة بن العبد وامرؤ القيس في المتمردين، واحط زهير ولبيد في الشعراء الحكماء. اين اضع استاذ محمد الشحات بين هذا التيار وهذا التيار؟ هجده في تيار الشاعر الحكيم. والشاعر الحكيم هو الشاعر اللي عنده بناء معماري كامل لمنظومة القيم والمعارف الإنسانية والعلاقات، وبالتالي بيستخدم شعره لمحاولة تأكيد أو تأصيل أو تأسيس هذا البناء المعماري المتكامل اللي قايم على منظومة الحق، الخير، الجمال. بمعنى إن لن أجد قصيدة لأستاذنا محمد الشحات منافضة لهذا المثلث اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الحق، الخير، الجمال. بيتجلى ازاي؟ ده بيتجلى مثلا، وده اللي انا اخترته في القصيده اللي انا هتكلم فيها، في منظومه العلاقه الاسريه، الاب، الابن، الحفيد. دي مساله يمكن تكون يعني هتتجلى بشكل واضح من خلال القصيده اللي انا اخترتها الان علشان نتكلم فيها. اتنين، هنقول انه الشعر في الاساس هو ظاهره لغويه، بمعنى انه اذا لم توجد لغه سنقف تماما امام مساله الشعر. هناك شعريه صوره، هناك شعريه موسيقى، هناك شعريه دراما، لكن في الاساس الشعر هو ظاهره لغويه. ليه ظاهره لغويه؟ لان اللغه بالاساس عندها خاصيتين. خاصيه زمنيه، هي انه اللغه عباره عن اصوات متتاليه. انا اسف ان انا بقول كلام امام نقاد، واكيد اللي انا بقوله دوت معروف ليهم، لكن سامحوني انه يعني كانها مقدمات تمهيديه اللي انا هدخل اليه. عندنا العلاقه الزمنيه او البعد الزمني للغه، وهو بعد خاص بتتالي الاصوات. انا لما بحط صوت ورا صوت ورا صوت، هذا الصوت لابد ان يستغرق زمنا ثم يليه صوت اخر في امتداد الزمن. فالعلاقه هنا عبر تتالي الاصوات هي علاقه زمنيه. عندما تكتمل لفظه معينه فهذه اللفظه تحيل الى شيء. هذا الشيء له صوره، والصوره ذات علاقه مكانيه. فبالتالي انا هنا في محور من خلال اللغه في مساله الزمان والمكان معا. ده واحد. اتنين، اللغه والكلام. اخواننا البنائيين فرقوا ما بين اللغه والكلام وقالوا ان اللغه هي مجموع القواعد الساكنه الموجوده التي تعبر عن بناء الجمل القياسيه المختلفه للغه، اي انها مجموعه من الملكات الادراكيه الموجوده في العقل التي تستوعب كل ما هو في المعجم اللغوي. لكن الكلام هو حاله توظيف هذا المعجم اللغوي للتشغيل، كانه بتكلم انا عن برنامج كمبيوتر، عن ويندوز 95 او ويندوز 2000 او ويندوز 2010 اذا كان حسب البرنامج اللي عندكم. هذا البرنامج ذاته هو اللغه. لكن لما انا افتح ابلكيشن ما من الابلكيشنز بتاعت البرنامج واشغلها علشان احط فيها مجموعه من العناصر، انا هنا بشغل هذا البرنامج وبالتالي بعمل الكلام.
تشغيل البرنامج هو مسألة تخص كل شخص بذاته. أنا عندما أتعامل مع اللغة كأسامة جاد غير أحمد سراج لما يتعامل مع اللغة، فبالتالي بيبقى كلام أسامة وكلام أحمد سراج. الشعر بالمفهوم ده هو كلام خاص، كلام خاص بياخد السمات الشعرية بتاعته من مجموعة من العناصر المركزية الأساسية. الشعر هو تجميع أو تكثيف لغوي كبير من خلال قوله، وهذا التكثيف بيتجلى من عناصر كثيرة موجودة في القصيدة. أولا هو فكرة ارتباط عنوان القصيدة بالقصيدة، وعادة بيبقى عنوان القصيدة عتبة. بنقول يمكن جيرار جيني كان بيقول إنه العنوان هو عتبة للنص، عنوان القصيدة هو عتبة، وهذه العتبة على مستوى صوتيتها بتتكرر خلال سطور القصيدة كلها. يعني إذا كان العنوان من 10 أصوات، مش هقول حروف، هقول 10 أصوات موجودين، فممكن أبحث عن تشاكلات لهذه العناصر الصوتية الموجودة في العنوان في كل سطر من سطور القصيدة، وأجدها بنوع من التكثيف والتفريق حسب السياق المستخدم. دي مسألة واحد. اثنين، إذا كان العنوان دال على شيء بمعنى الصورة، سأجد تجليات لهذه الصورة في أكثر من سطر من سطور القصيدة، وبالتالي كان مالارمي بيقول إنه القصيدة أو الشعر عموما يمكن أن يقرأ رأسيا وأفقيا معا، كأني بدور على هذه العناصر وأنا قاعد أقرأ سطر قبل سطر، بيحصل حالة ما من الترشيح واللي سماها بعد كده بالترصيع. ولما نبص على فكرة الترصيع وأشوف شكل ما للنسيج اللي هو القصيدة، هجد إنه في مجموعة من العناصر المرصعة التي تضيء من خلالها لتكون شكلا معينا نستطيع قراءته. دي حاجة تانية. الثالث إنه وإحنا بنشتغل على مستوى الكلام بيبقى عندنا محورين: محور قياسي خاص ببنية الجملة، والجملة هنا إما تكون جملة قياسية زي ما بنقول اللي هي الجملة العميقة حسب تعريف شومسكي، أو تكون جملة سطحية حدث فيها تغيير عن الجملة القياسية لغرض ما، وبالتالي لابد من محاولة استنباط هذا الغرض الذي غير الجملة من جملتها العميقة إلى شكلها السطحي زي ما استخدمه في الكلام. بمعنى الجملة العميقة هي الجملة المنتمية إلى اللغة، لكن الجملة السطحية هي الجملة المنتمية إلى الكلام حسب التعريف اللي أنا كنت بتكلم فيه في التفريق ما بين اللغة والكلام من شوية. المستوى الثاني غير المستوى التركيبي اللي هو تراصفي، اللي هو كلمة تليها كلمة، مفيش مسألة يعني بنلعب في المحور الزمني. المستوى الثاني هو المستوى المعجمي. أنا ساعة ما باجي جوه الجملة القياسية واجي عند منطقة الفاعل مثلا موجود في هذه الجملة، عندي المعجم وبدور فيه على استبدال كلمة مكان كلمة داخل هذا المحور المعجمي على مستوى رأسي لوضعها في هذا المكان تحديدا، وبالتالي بيحدث إزاحة أو استبدال لمعاني أخرى كثيرة. أنا بتنازل عن كل المعاني المحتملة للوضع في هذا المكان وأثبت معنى واحدا، وهنا بيبقى فيه برضه قصد. نرجع شوية نقول القصيدة، كلمة قصيدة في البداية هي كلمة تعود إلى اشتقاق القصد، وبما إنها قصيدة أي مقصودة فهي مقصودة لذاتها وبذاتها. يعني إذا رجعنا لياكوبسون وقلنا إنه في نموذج الاتصال بيقول إنه في عندي 6 وظائف للعملية الاتصالية. الوظائف دي هي إما الوظيفة الإبلاغية أو الوظيفة السياقية أو الوظيفة التشفيرية أو الوظيفة النفعية المتلقي. في وظيفة تانية اسمها الوظيفة المتعلقة بالرسالة ذاتها، والوظيفة المتعلقة بالرسالة ذاتها هي الوظيفة التي تحاول تجميل هذه الرسالة لذاتها، إنها تخلي هذه الرسالة جميلة بطبيعتها. إذن تتنازل الرسالة الشعرية عن أهدافها الأخرى بدرجات متفاوتة عن فكرة الإبلاغ أو الإخبار. لو أنا عايز أخبر أكتب مقالة، لو أنا عايز أفهم القارئ بتاعي وأعمل حالة ما من النفعية للقارئ أعمل درس تعليمي، لو أنا عايز أحيل إلى سياق اجتماعي معين يبقى ليه شكل تاني من أشكال الكتابة. لكن القصيدة المركزي فيها هو الوظيفة الجمالية للغة. طيب اللغة ذاتها
عندها هذه القدرة العجيبة جدا على إنها كمان تكون من ذاتها مستويات، فتصبح اللغة دالة على اللغة، يعني قادرة على إنها تبقى بتعلق على نفسها من خلال وجودها، وده مش موجود في أي شفرة أو في أي سياقات إشارية أخرى إذا اعتبرنا إن اللغة لها أو هي يعني إحدى العناصر الإشارية المهمة اللي إحنا بنستخدمها. طيب معلش الكلام ده كله نظري ومفرط في نظريته بشكل كبير، لكن يمكن دلوقتي واحنا بنحاول نطبق هنلاقي انه في يعني ظهور لمدعاة هذا الكلام او اسبابه. في القصائد اللي انا اخترتها علشان اتكلم عنها عندي قصيدة اسمها نهاية الرحلة، وهبص على عنوان نهاية الرحلة وهفتكر ياكوبس، هفتكر لايكوف لما كان بيقول الاستعارات التي نحيا بها إن أنا لما أقول نهاية الرحلة كأني بتكلم عن نهاية الحياة من جهة، لكني كمان بتكلم عن نهاية رحلة قطار، وكأني بتخيل إن الحياة هي قطار والقطار ده يمر بمحطات كثيرة، ودي استعارة تصويرية يعني مستخدمة بشكل مهم وجاية من فكرة الدراسات البينية. بنقول إنه الاستعارة التصويرية خلت التشابه ما بين رحلة القطار وما بين الحياة في فكرة المحطة. استعارة إدراكية يا أستاذ. إدراكية بشكل أساسي. مارك جيلسون وجورج لايكوف عملوا الاستعارات التي نحيا بها وبيتكلموا عن الاستعارات الذهنية، يعني زي القطار مستوى إدراكي في الاستعارة دي غير المستوى الاتجاهي في استعارة أخرى لما أقول أعلى وأسفل بشكل ما من الأشكال. فنهاية الرحلة هنا في عندي تمثيل مهم جدا لفكرة الحياة بأنها رحلة، وإن الرحلة دي لها نهاية، والنهاية بتاعت الرحلة هي الموت. إذا المشهد اللي هيجيني من هذه العتبة مباشرة هو مشهد لحظة موت بشكل تلقائي جدا، وهبص على هذه النهاية تجلياتها من خلال الأبيات. حين حملت أبي ومضيت إلى حال سبيل لا أعرفه، كان ضياء شموع العمر على آخره يوشك أن يخلو، ناديت عليه فلم يستجب، أشار إلي بأن يهبط من مقعده وطلب الماء لكي يتوضأ، كنا بين صلاتين فلم ينتبه لإشفاقي من وعكته، طلب بأن يسكت. قلت له إن صلاة المقعد أفضل، فأشار بأن أصمت، ووقف وقوف المضطر كجزع حاول أن يتماسك. لم أسمعه يتمتم، حاول أن يكمل سجدته الأولى لم يقدر فبكى، وأشار إلي بأن أحمله، كانت أعواد الحنطة قد فرغت من إفراخ أجنتها، طلب أن يمسك سنبلة، نظر إليها وسريعا قبلها وأعاد النظر إلي وطلب بأن نتوقف، فرك بكفيه حبوب سنابله فانتثرت كيما تسكن جوف الأرض، وما إن نظر بعينيه إلي لكي أرعاها وأعود إليها حتى أومأت إليه مطيعا، وكأن أوصى النهر بأن يسقيها، فإذا ما نضجت أحصدها كي أصنع منها أرغفة يأكل منها البسطاء، شعرت بثقل الجسد فحاولت بأن أنزله فلم يتحرك وانبسط الجسد وغادر. هلاحظ واحد ارتباط العنوان بالمتن اللي هو موجود فيه القصيدة وكأنه العنوان هو شارح المتن مباشرة. هلاحظ إنه البناء النحوية اللي مكتوبة بها الجمل بتعتمد هذا الشكل الشعري اللي بيقول إنه في لحظات كثيرة في السطر الشعري ينتهي قبل اكتمال المعنى بمسألة بنسميها التضمين، ينتهي ثم يكتمل المعنى في السطر التالي إليه، وهي سمة شعرية يمكن نتكلم عنها جون كوين بشكل مركز يعني بشكل كبير. حاجة كمان إنه
فكرة مجازية بتخلي الأشياء تتأنسن، زي لما أقول إنه كجذع حاول أن يتماسك. واضح جدا فكرة المحاولة اللي بتكون للجذع في تصوير المسألة اللي موجودة. حاجة شواهد مهمة جدا بتقول طبيعة هذا الأب إيه؟ لأنه لما أربط فكرة السنبلة بفرق السنبلة ومحاولة إنباتها وتوصية النهر بأن يرويها، أنا كده بتكلم عن الخير. ولما تيجي كلمة البسطاء فيبقى أرغفة للبسطاء هنا. إذا قامت الساعة هو في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طيب أنا أخذت هنا من الأب فكرة هذا الخير أو هذا النماء الموجود اللي بيحاول إن هو يخلده حتى في لحظة موته. طبعا المشهد نفسه مشهد سردي. يمكن في كلام دكتور أحمد فرحات من شوية اتكلم عن السرد عن شاعرنا، والقصيدة هنا عبارة عن سردية نظمة، سردية كتبت نظما يعني بشكل ما، لأن أنا أخذت مشهد معين وهذا المشهد بدأت أنسب عليه. طيب النص الثاني حبات أو حبات من قمح. حبات من قمح. أنا اتكلمت عن الأب في القصيدة الأولى. أمسك بلفافة خبز وتذكر وجه امرأة كانت تبحث في أجران القمح عن الحبات المتناثرة يمينا ويسارا لتعود إلى منزلها تطحنها. لم توقد نارا في منزلها منذ رحيل الزوج. ومن خلف شقوق الحجرة وقف الأطفال على مقربة كي يلتهموا الخبز إذا ما نضج. تذكر غرفة فرن وملامح فرح لا يوصف، وبدفء يسكن مشتاق إليه، وبوجه أخيه إذا ما ابتسم، ومعايرة الأطفال له بغياب دخان الفرن. فكان يجمع أعواد الحطب لكي يعلو سطح البيت دخان. ورغم مرور سنين لم يستطعم خبزا إلا ما صنعته امرأة من حفنة قمح خبزته بدموع سقطت من عينيها. كان يباهي الأطفال بأرغفة الخبز ولا يأكلها إلا أمام البيت، فكان يحس برغبتهم ولا يتوقف عن فعلته إلا حين يشح الخبز. مرت بضع سنين وكان شديد الحرص على أن يأتي بالخبز ويحتضن لفافته ويذكر وجه امرأة كانت تجمع ما سقط من الحبات بأجران القمح. أظن المرأة دي التي كانت تلتقط القمح من الأجران واضح جدا أنها الأم، خاصة بظهور شاهد الأخ اللي كان موجود في المشهد. هنا في اتصال موجود. طيب نبص على قصيدة تانية. اذكرني إذا ما غبت. معايا يا أستاذ؟ حضرتك مدرك إن إحنا في الإمام. عدني ألا تترك وجهي يكبر، وارسم هيئته في عينيك، وحاول ألا تبقى مبتعدا، فأنا ما زلت أحاول أن أحيا كي ألمس نبتك. هل سوف أراك؟ أم أن قطاري سوف يمر سريعا فتحن إلى وجهي إذ تخرجه من بين شتات الذاكرة وتخبر أطفالك عما كنت أحاول أن أفعله؟ لا تخبرهم إلا بدهيج الأشياء، وإن حاول أحد منهم أن يسأل عني لا تخبره عني حين تركتك تركي، فلقد كنت أحاول أن ألجم رغباتك عنك فلا تلجمه، واتركه يكبر كسحابات آن لها أن تمطر حيث تريد. فهل ستقول له عما كنت أحاول أن أفعله؟ عدني ألا تحزنه واتركه يفخر حين يراني فوق الحائط. لن أملك أن أحمله أو أفعل ماذا كنت أحاول أن أفعله حين بدأت صغيرا. هل تخبره كيف رسمت بعينيك ملايين الأشياء ونفخت بطين الأرض فصنعت قناديلا وبيوتا وزرعت زهورا وسنابل؟ فاذكرني عند بنيك، اذكرني عند بنيك إذا ما غبت ولا تنسى. أب، أم، ابن، حفيد.
الرحلة كلها موجودة. طيب السياق كله اللي موجود هو سياق إيه؟ سياق شاعر حكيم خير شايف إنه في مجموعة من العناصر المهمة اللي إحنا بنتكلم عنها. القمح يساوي الخير، الدفء يساوي البيت، الأسرة تساوي المنظومة الاجتماعية السليمة، الوحدة الموجودة للعالم كله. وبالتالي طيب الحياة رحلة، والحياة رحلة هختم بيها بقصيدة. رغم ان القصيدة اللي اتكلمت فيها عن الأب كانت عن الحياة رحلة، لكن هبص على قصيدة هنا تتكلم عن الحياة رحلة بصورة شخصية ذاتية من خلال شاعر يتحدث عن ذلك. آخر المحطات. قاوم رغبته في أن يهبط فلقد أزف الوقت، وأصبح مجبوراً أن ينهي رحلته أو يغلق صفحته. ظل سنيناً وسنيناً في مقعده الخشبي، قطع الأميال، قطع ملايين الأميال، ولم يتذكر عدد محطات مرت في عينيه، وكم من بشر صادفهم وهو يقود قطاراً يدخله مختلف الخلق. كان كل يحمل في داخله عالمه، كان يدقق في كل ملامحهم، يعرفهم من أشكال ملابسهم، مما ارتسم بداخلهم ويحس برغبتهم. مش هكمل القصيدة، بس عايز أقف عند نقطة هنا، هي المسألة اللي كنت بتكلم عنها في مسألة هذا الانقطاع المعجمي اللي بيعمل لي حالة من حالات التوقيع الشعري اللي بيكون موجود. هو توقيع أولاً قائم على النظم العروضي، الوزن العروضي، والوزن العروضي خاص بمسألة الزمن اللي كنا بنتكلم فيها في البداية. لكن هناك توقيع تاني هو التشاكل، هو وجود تشابهات بين أصوات مختلفة فوق وتحت في السطور مع بعضها. فلاقي 4 سطور أو ورق أو 3 سطور متتالية بقول فيها إيه؟ كان يدقق في كل ملامحهم، يعرفهم من أشكال ملابسهم، مما ارتسم بداخلهم. هي دي التقفية اللي احنا كنا بنقول عليها في الشعر العمودي موجود زمان. لكن طيب احنا الآن في شعر حر قايم على السطر الشعري، ومش محتاجين إلى هذه التقفية، لكننا محتاجين إلى هذا التشاكل الصوتي الذي يشعرني أنني أمام ظاهرة من ظواهر الشعر، مش من ظواهر السرد، خاصة وإن النص كله سردي. ملاحظة مهمة جدا في معظم نصوص أستاذنا محمد الشحات، حاجة إن الجملة التاجئة اللي بتقوم عليها النصوص هي جمل فعلية، على عكس السياق المتوقع من جمل الشعر إنها تعتمد على الجملة الاسمية. الجملة الفعلية جملة تحكي وتحرك في الزمن، جملة متحركة فيها زمن وفيها أكشن حدث، وبالتالي ففيها هي أصلح إلى السرد منها إلى الشعر. أن أوظف هذه الجملة في كتابة الشعر فهي مهارة أسلوبية أستطيع أن أنسبها إلى شاعرها وأقول إن من خواص قصيدته إنها قصيدة عبارة عن سرد ولكنه سرد منظوم. كل سنة وحضرتك طيب وشكرا جزيلا. على فكرة ده أحسن واحد يلقي الشعر. الشاعر شاعر الشاعر أسامة دكتور أحمد البسوسي، دكتور أحمد الصغير، دكتور أحمد فرحات، دكتور أحمد الشيمي، دكتور شهير بكوري.